الكل مفكر ده جلاش اكيد. لا يا حلوين، ده انا عملت لكم من الجلاش احلى رقاق ناشف للعيد. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. من غير بقى ما تجيبي دقيق وتعجني وتفردي كتير، لا، هاتي لفه جلاش وتعالى اما اقول لكم ازاي هنعمل مع بعض احلى رقاق. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنعصج مع بعض اللحمه بتاعه الرقاق. نزلت بمعلقتين سمنه كبار ونزلت بكام فص من المستكه، بتنقل معاكي طعم اللحمه في حته تانية خالص. البصلايه انا بحب يعني اخليها تدبل معايا. وبعد كده نزلت بالبهارات لمده ثانيتين، فلفل اسود، بهارات لحمه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، 7 بهارات. ثانيتين اتنين بتفرق معاكي البهارات، بس ما تسيبهاش زياده عن اللزوم علشان ما تتحرقش معاكي وتمرر الاكل، فخلي بالكم من الملحوظه دي. نزلت بقرن فلفل احمر وفلفل اخضر، كنت فرماهم ومخرجه البذر منهم، بيفرقوا معاكي قوي في لون العصاج وفي طعمه، ما تزوديش زياده عن اللزوم. نزلت باللحمه بتاعتي، ربع كيلو من اللحمه المفرومه. اهم حاجه نارك بقى تكون عاليه في المرحله دي علشان اللحمه ما تنزلش السوائل اللي موجوده فيها، مع ان انت بتفككيها علشان ما تبقاش كده متكتله معاكي. بسباتولا بمعلقه، المهم تفككيها لي كده والنار عاليه خالص. شايفين بقى لون العصاج وريحته كانت تحفه كمان علشان المستكه. لو لاحظتم انا ما حطيتش ملح لسه علشان اللحمه قصدي ما تنزلش الميه اللي موجوده فيها. في الاخر خالص نزلت بطماطمايه مقطعاها مكعبات وشايله القشر منها. وبعد كده يا حلوين نزلت ببشر جوز الطيب ونزلت بالملح. وبعد كده افصل بقى على النار. هنا بقى معايا معلقه قشطه بلدي، معلقه زبده، معلقه سمنه، معايا شوربه فراخ، شوربه بط، شوربه لحمه، اي شوربه متوفره عندك. معايا الشوربه اكتر من الحليب. الشوربه بتديني الطعم الحلو، والحليب بيديني الطراوه للرقاق او للجلاش كمان في العموم. معلقه القشطه دي هتدعي لي، القشطه بتاعت وش اللبن. طبعا انا حطيتهم كلك على بعض مع حاجه بسيطه من الملح، ارفعهم على النار علشان القشطه تفك معايا. هنا علشان يبقى الرقاق معاكي مورق او الجلاش في العموم، حاجه بسيطه من البيكنج باودر، ما تزوديش زياده عن اللزوم. هخلط كل المكونات مع بعضها. طبعا الشوربه فيها الملح والبهارات بتاعتها جوز الطيب ومتطعمه اكيد. دي شوربه فراخ يا حلوين اللي انا استخدمتها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صينيه الومنيوم هدهنها دهنه من السمنه. طبعا ما ينفعش اخد من الخليط اللي انا عاملاه علشان فيه قشطه، هيحروق معايا ارضيه الرقاق. البوله اللي كانت معايا فيها سمنه ميكس ما بين السمنه والقشطه برده فكها على النار. هنا بقى القلاش، بصوا، نقلته لطعم الرقاق وهيعجبكم باذن الله. هتشوفوا معايا في اخر الفيديو ازاي انا عملته بالطريقه دي واخد اللون الحلو. بس حابه اقول لكم ملحوظه، لو خدت بالكم من اول 2 متكسرين معايا علشان دي انا كنت مسويه كل واحده لوحدها، لكن لو عملتيهم 2 مع بعض زي اللي انتوا شايفينهم بيبقى متماسك وافضل بكتير. فيفضل ما تسويش ورقه لوحدها، خليهم ورقتين مع بعض. وانا هنا كنت نسيت، المفروض ما بين كل رقه والتانيه اتهم من السمنه والقشطه اللي انا عملتها، بس انا نسيت فمش مهم عادي. لان طبعا الخلطه اللي انا عاملاها دي الشوربه يعني فيها سمنه برده وفيها زبده، فحطي وزعيهم بقى بالنص. خلي نص الرقاق العدد اللي معاكي، سواء مثلا لو 10 هتحطي 5 فوق و5 تحت، لو مثلا 12 6 و6 وهكذا يعني. وبتحطي الحشوه في النص. ولو معاكي واحده متقطعه ما تقوليش ده مش هتنفع، لا، زي ما شفتوها وحبيت اجيبها لكم عادي خالص، حطيها مفيش اي مشاكل. لازم الخلطه تكون معاكي دافيه علشان تطري معاكي الرقاق. هتشوفوا دلوقتي الرقاق بعد ما كان ناشف معايا هبدا اضغط عليه قدامكم، بحاول بقى اسوي الحروف لان انا حاطه في صينيه مستطيله. زي ما احنا عارفين الجلاش معانا بيبقى مستطيل، مش محتاج مننا صينيه مدوره. بصي، مفيش يعني على ما اخلص مفيش 5 دقايق بيطرى معايا تماما. اهم حاجه اسويه كويس. بصي الحرف ده لازم أنا ادخله علشان ما يتحرقش معايا. اهم حاجه اخر واحده هي تكون سليمه معاكي، تكون يعني الرقاقه دي سليمه مش مكسره علشان تديكي شكل حلو. شايفين بقى؟ حبيت اقرب لكم اكتر. متهيألي مفيش اسهل ولا ابسط من كده. سهلت عليكم في العيد. فعاوزه منكم بقى يا حلوين احلى لايك وشير ودعوه حلوه لما تجربوه. مطبخ فاتن الجندي يسعدني المتابعه والتعليقات الحلوه اكيد بتفرحني. فرن سخن درجه حراره 200، الرف اللي في النص اول ما تاخد معاكي لون من تحت هتعرفي ازاي الحروف هتبدا تاخد لون. هتشوفوا معايا دلوقتي. بعد كده ولع عليها الشوايه وبألف هنا على قلوب الحلوين. كده بقى هي اخدت اللون من تحت، الحروف بدأت أخدت لون. الشواية بالمتابعة والديار الصينية علشان تاخد كلها لون موحد زي بعضها. وأول ما تخرجيها بصي
مقرمشه كده من بره وطريه جوسي من جوه. فانت لو حباها كلها طريه هتغطي الصينيه اول ما تخرجيها من الفرن، غطيها بصينيه اكبر منها او بورق فويل هتندي كده وتدخليها الفرن. طبعا الفرن بتكوني خلاص طفيت النار وهتبدا تطرى معاكي تبقى زي الميه، بس انا بحب اقدمها كده تبقى كريسبي من بره وجوسي من جوه. وبمناسبه برضو العصاج بتاع اللحمه اللي احنا عملناه مع بعض، لازم تسيبي فيه كده شويه من السوائل، ما يكونش ناشف خالص علشان الرقاق يتشرب منه كده ويبقى طعمه حلو. وقولوا لي ايه رايكم بقى يا حلوين، احلى رقاق للعيد. كل عام وانتم بخير، ربنا يحسن ما بين ايديكم مقدما وتعملوا احلى حاجه في بيوتكم يا رب، ويعود عليكم الايام وانتم طيبين وفرحانين وبيوتكم عمرانه يا رب بالخير. شايفين الحشوه متوزعه فيها كلها بالتساوي، اهم حاجه الحروف ما تحطيش فيها علشان ما تتحرقش. هنا بقى معايا حليب ضروري جدا تدهني بيه كده، بس يعني حاجه بسيطه بالفرشه زي ما انتم ملاحظين معايا من ناحيتين، علشان لما تحطيها على النار ما تبداش كده ايه تقب معاكي، فاهمين قصدي؟ فانت كده هتدهني الناحيتين بالحليب، وبعد كده الصينيه تكوني دهنها سمنه ما بين كل مره والتانيه. برضو كل ما تحطي ورقه تدهني يا اما سمنه يا اما زيت، ضروري جدا عشان لو ما دهنتيش ماده دهنيه هتتحرق معاكي الورقه. نار هاديه خالص، اصغر عين عندك على البوتاجاز، وتبقي واقفه جنب الحاجه وتديري الورقه على الناحيتين. هتشوفي معايا دلوقتي سهله صدقوني وبسيطه خالص. وانت بتشيلي الورقه لو خايفه عليها تتقطع بعد ما دهنتي مثلا فرشة اللبن، بس مهم جدا اول ما تدهني اللبن تشيلي على طول الورقة، لان لو سبتيها شوية هتتهري معاكي، بتبدأ تطرى خالص وهتتهري معاكي. طبعا مش كل مرة هتشيلي الصينية من على النار وهي سخنة وتجيبيها تاخدي عليها الورقة. لو عندك فرادة طويلة تقدري تروليها عليها كده، تلفيها يعني برضو عليها وتروحي تفرديها على الصينية. نار هادية خالص بالمتابعة وتحريك الصينية يمين وشمال لغاية ما تاخد معاكم باللون الحلو اللي انتوا شايفينه، هتاخد طعم كده الرقاق الحلو. بصوا هنا بقول لكم بلاش الورقه لوحدها، خليها ورقه مجوز. لما تدهني اللبن خليهم ورقتين مع بعض. شايفين اللي هي ورقه لوحدها بقول لكم رقيقه خالص وبتتكسر، بس اكيد طبعا استخدمتها. اللي هي ورقتين بقى اللي هم اللي انتوا شايفينهم دول كلك ورقتين، انا ما عملتش غير اتنين بس فرداني، لكن الباقي كله مجوز، كل ورقتين مع بعض دهنتهم. وايه رايكم يا حلوين، واشوفكم على خير.